قبل أن تنطلق صافرة البداية، نحن على موعد مع مواجهة نارية في كأس إفريقيا 2025. إذا كنت من عشاق المنتخب المغربي وتحب التحليل الكروي والتقارير الحصرية، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى لا يفوتك أي جديد عن أسود الأطلس. والآن دعونا نأخذكم إلى قلب الحدث قبل مباراة المغرب ضد مالي. يدخل المنتخب المغربي هذه المواجهة بطموحات كبيرة لمواصلة المشوار بثبات في كأس إفريقيا 2025، وهو يدرك جيداً أن مباريات دور المجموعات لا تقبل التراخي مهما بدا الخصم قوياً أو صعباً. أسود الأطلس يسعون لفرض شخصيتهم منذ الدقائق الأولى، معتمدين على عامل الأرض والجمهور والانضباط التكتيكي الذي أصبح سمة بارزة للمنتخب في السنوات الأخيرة. المدرب المغربي يعول على السيطرة على وسط الميدان، الضغط العالي وسرعة نقل الكرة بين الخطوط، مع تنويع الحلول الهجومية سواء عبر الأجنحة أو الاختراق من العمق. كما تبقى الكرات الثابتة سلاحاً مهماً يمكن أن يصنع الفارق في مثل هذه المواجهات الإفريقية المعقدة. في الجهة المقابلة، يدخل منتخب مالي المباراة دون ضغوط كبيرة، لكنه بطموح مشروع لتحقيق نتيجة إيجابية تبقيه في دائرة المنافسة على التأهل. المنتخب المالي معروف بقوته البدنية العالية، انضباطه الدفاعي، وسرعته الكبيرة في الهجمات المرتدة، وهي عناصر قد تشكل خطراً حقيقياً إذا لم يكن التركيز المغربي في أعلى مستوياته. منتخب مالي غالباً ما يراهن على امتصاص الضغط في البداية، ثم ضرب الخصم في المساحات، مستغلاً أي فقدان للكرة أو اندفاع هجومي مبالغ فيه. لذلك سيكون على الدفاع المغربي التحلي باليقظة والتواصل الجيد بين الخطوط لتفادي المفاجآت. من الناحية الفنية، المباراة تبدو تكتيكية بامتياز، حيث سيكون الصراع الحقيقي في وسط الملعب. من ينجح في فرض إيقاعه والتحكم في نسق اللعب ستكون له الأفضلية. النجاعة الهجومية، التركيز الدفاعي، واستغلال أنصاف الفرص كلها مفاتيح قد تحسم المواجهة. في الختام، نحن أمام مباراة قوية ومفتوحة على كل الاحتمالات، فالفوز قد يمنح المنتخب المغربي أفضلية كبيرة في سباق التأهل، بينما أي تعثر قد يعقد الحسابات. الجماهير المغربية تترقب أداء مقنعا وروحا قتالية تليق بقميص أسود الأطلس. هل ينجح المغرب في فرض كلمته وحسم المواجهة، أم يكون لمنتخب مالي رأي آخر؟ إذا أعجبك هذا التقرير، لا تنسى دعمنا بالاشتراك، الإعجاب بالفيديو، ومشاركته مع أصدقائك، وتشجيع المنتخب المغربي حتى النهاية.